أصبح بإمكان المغاربة والسياح الأجانب ابتداء من شهر أبريل الجاري ولوج برج محمد السادس بالرباط، الذي يعد من بين أطول المعالم المعمارية في القارة الإفريقية، بعد إعلان الجهة المشرفة عن فتح مرافقه للعموم. وقد تم إطلاق الموقع الإلكتروني لتدبير عملية بيع التذاكر، حيث يتيح النظام الرقمي للزوار حجز مواعيدهم مسبقاً لاكتشاف هذا الصرح الذي يجمع بين الحداثة المعمارية والأصالة المغربية، موفراً إطلالة ساحرة على وادي أبي رقراق وصومعة حسان التاريخية. وبخصوص تفاصيل الأثمنة، اعتمدت إدارة البرج نظام التعرفة الترويجية لتشجيع الزوار في المرحلة الأولى، حيث حدد سعر التذكرة للبالغين في 205 درهما، بينما تم تخصيص ثمن تشجيعي للأطفال والشباب أقل من 18 سنة قدره 80 درهما فقط. ومن المتوقع أن يشهد البرج إقبالاً كبيراً من طرف الباحثين عن تجربة سياحية استثنائية في قلب العاصمة الإدارية، خاصة وأن المنصة الإلكترونية توفر مرونة كبيرة في اختيار تواريخ وساعات الزيارة، ممن يجعل من هذا الصرح وجهة سياحية رائدة تعزز جاذبية مدينة الأنوار. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.